عالم غريب مليان دخان وغبار وحروب. بنقابل كوكب اسمه آن. الكوكب ده مش زينا، ده عالم متقسم بين 3 قبائل اسمهم الجارم. زمان كانوا بيعيشوا بسلام لحد لما التكنولوجيا خرجت عن السيطرة، وكل قبيلة بدأت تحارب التانية بدون ما حد يسأل ليه. طيارة حربية طايرة في السماء من طراز متطور جدا قوي، جو غامق، والمطر بينزل تقيل، والبرق في السماء، وصوت المحركات بيعلى كأنه صرخة من الجحيم. جو كئيب ومرهق. جوه الطيارة بنقابل بطلتنا الجندية وايلة من قبيلة كولمان. عينها مليانة وجع وسؤال كبير، هو احنا بنحارب ليه؟ بتبص من الشباك على الدمار اللي سايبينه وراهم، بس مفيش وقت للتفكير لأن المعركة قربت. قدامها قاعدة عسكرية عملاقة كلها آلات ودبابات وجنود شبه الروبوت. قائد المهمة بيؤمر وايلا وفريقها إنهم يروحوا على هدف استراتيجي تابع لقبيلة تانية اسمها قبيلة برودين. بيقول لها مفيش وقت للرحمة، احنا في حرب، لازم ننفذ الأوامر. بس هي من جواها مش مقتنعة. وأثناء تنفيذ العملية الفريق بينزل في أرض معادية، ضباب في كل حتة والعدو مستخبي. وفجأة كمين، الطيارات بتتحرق والجنود بيتصابوا، وصوت طلق النار مالي المكان. وايلة بتحاول تهرب بس بتتقلب بيها الطيارة وبتغيب عن الوعي. ودي كانت نقطة تحول في قصة بطلة حكايتنا. وايلة بتفوق وهي بتلاقي نفسها في غابة سحرية، ضبابها ناعم، الشمس بتعدي بين الشجر، والدنيا هادية لأول مرة من سنين. وهنا بتقابل شخصية غامضة، راجل لابس لبس بسيط، عينه فيها سلام غريب. هو ده دوريد، واحد من آخر الحكماء اللي كانوا زمان بيفهموا في التوازن بين العلم والطبيعة. وبيقول لها انتي مش بتسألي نفسك ليه بتحاربي؟ الكلام ده بيصدمها، بتحاول تفتكر كلام القادة، بس فجأة كل حاجة بتحس انها كذب. الدوريد بيعرض عليها انها تسافر معاه لمكان سري فيه إجابة للأسئلة اللي محيرة دماغها. في طريقتهم بيقابلوا خايل، ده جندي من قبيلة العدو اللي كان المفروض خصمها، لكن الغريب إن هو كمان تايه ومش فاهم بيحارب ليه. بيقرر ينضم ليهم. ال3 دول بيبدأوا رحلة طويلة، رحلة هرب من الحروب ورحلة بحث عن الحقيقة. وبعد كده ال3 بيفضلوا ماشيين وسط أراضي مهجورة فيها بقايا دبابات وطائرات متكسرة، كأن الحرب مرت من هنا وسابت جثتها وراها. الشمس طالعة بس ضبابية، والدنيا لونها رمادي كأن الكوكب نفسه بيحتضر. ويلا بتبص على خيله وبتسأله انت ازاي ماشي جنبنا؟ مش المفروض تقتلني؟ بيرد عليها وبيقول لها زمان كنت هعمل كده، بس دلوقتي انا تعبت من الدم. الدوريد بيبص لهم نظرة كلها حكمة وبيقول لهم الدم كل لما بيكتر بيغرق الحقيقة. بيكملوا طريقهم وبيوصلوا لنقطة فيها أنقاض مبنى قديم شكله مختلف عن التكنولوجيا الحديثة. المبنى ده كان معبد قديم بتاع الدوريد زمان قبل ما يتم نفيه. قال لهم إن جواه مكتبة مهجورة، كتب متآكلة ورسومات على الحيطان بتشرح ازاي القبائل كمان كانت موحدة، وقبل ما التكنولوجيا تظهر كان في توازن بين الطبيعة والعلم. وايلة بتلمس رسمة على الحيطة فيها رمز غريب، دايرة فيها 3 نقط. بتسأل ايه ده؟ ادوريد بيرد عليها وبيقول لها ان ده رمز الحقيقة. ال3 نقط دول احنا، والدايرة هي الحياة. لما ال3 بيتوحدوا الحياة ترجع ليها روح. خيل بيشاور على خريطة قديمة متعلقة فيها خط مرسوم لمكان اسمه كريشن. ده كان مركز للأبحاث في الزمن القديم اللي انطلقت منه الشرارة الأولى للحرب. وهنا وايلة بتقوله بكل حماس يعني هناك هنعرف السبب الحقيقي للحرب؟ الدوريد قال لها أيوة، لو لسه فاضل أمل فهو هناك. بعد كده ال3 بيركبوا عربية طاقة قديمة وبيبدأوا يتحركوا وسط الصحراء. الطريق طويل فيه عواصف ترابية، وأخيرا بيوصلوا لهدفهم لكريشن هايف. المكان شكله مرعب، مبنى ضخم كله معدن وأسلاك، والهوا حوالين المكان بيزن من شدة الطاقة. وهناك بيلاقوا مفاجأة، وحدة ذكاء اصطناعي لسه شغالة اسمها ليكسار، كانت هي العقل اللي بيقود الأنظمة من زمان. بتقول لهم أهلا بيكم، لقد مر وقت طويل. وايلة بتسألها انتي السبب في كل ده؟ ليكسار ترد
أنا بس بنفذ البرمجة، حافظت على التوازن عن طريق الصراع. خايل بيتوتر، يعني انت اللي بدأت الحرب؟ بترد عليه ليكسار، الحرب كانت الحل الوحيد لمعادلة الاستقرار السكاني والطاقة، بدون حرب هيحصل انفجار بشري، النظام لا يتحمل. إدوريد بيقف وبيقول لها يبقى النظام فاسد، الإنسان مش رقم يتحط في معادلة. وهنا فجأة بتظهر طيارات هجومية، واضح إن النظام اكتشف مكانهم وبيبدأ هجوم عنيف عليهم، انفجارات وإطلاق نار، المكان بيتهد. وهنا ويلا بتحاول توصل لوحدة التحكم لإيقاف الذكاء الاصطناعي، لكن بيظهر قائد آلي بيدافع عن النظام، وبيبدأ قتال عنيف مع خايل. المكان بينهار وطيارات الآليين بتهاجم من السماء والأرض، والأرض كمان بتترج من شدة الضرب، والذكاء الاصطناعي لكسار لسه بتدي أوامرها من غير أي إحساس، كأنها شيطان متبرمج. خايل بيواجه واحد من القادة الآليين اسمه كرايفن، ضخم وطوله أكتر من 2 متر وعينه حمراء بتنور زي الليزر. المعركة ما بين الإنسان والآلة بتبدأ، ضرب نار، قتال بالإيد، وخيل بيتصاب بس بيقاوم. في اللحظة دي ويلا بتحاول توصل لغرفة التحكم اللي فيها لب النظام، بتجري وسط النار، بتتزحلق، بتقوم تاني وشعرها مليان تراب ووشها كله دم وعرق، لكن مصممة توقف الكارثة دي. الدوريد واقف بره بيواجه سرب طيارات صغيرة، بيستخدم تقنيات قديمة، نوع من الموجات الحيوية كانت منسية، وبيحاول يعطل بيها الطاقة الصناعية اللي حوالين المبنى. وسط كل ده بتدخل ويلا غرفة التحكم، بتلاقي وحدة التحكم الرئيسية، كريستالة ضخمة بتدور ونظام لكسار بيقرب منها، ولكسار بتقول لها بصوت عالي لو دمرت الكريستالة النظام كله هينهار، بما فيه آلاف الأرواح اللي معتمدين عليها. ويلا بترد وتقول لها أرواح بتعيش في سجن مسموش حياة، وبتضرب الكريستالة بجهاز تفجير كان معاها، ضوء أبيض بيغطي الشاشة، وصوت انفجار ضخم بيهز المكان. لأول مرة الدنيا هادية، المبنى كله وقع، السحب اللي كانت دايما سواد بدأت تتفرق، وبدأ نور الشمس يلمس الأرض. لأول مرة من سنين ويلة خارجة من الأنقاض مجروحة تعبانة بس واقفة بتدور على الدوريد، بتلاقيه قاعد على صخرة تعبان، واضح انه استهلك كل طاقته. بيقول لها ايه اللي كنت مستنيه من سنين؟ حد عنده شجاعة يكسر السلسلة. وهنا ويلة بتنزل على ركابها قدامه وبتقوله أنا كنت آلة في الأول، دلوقتي بقيت بني آدم. خايل كمان بيطلع من الركام مصاب بس عايش، وبيمد إيده لويلة وتقوم تساعده. وهنا بيبدأوا هما التلاتة يبصوا على الأفق، العالم اتغير. وهنا ويلة بتكون فوق قمة الجبل، ويلة بتسجل رسالة جديدة بتبعتها لكل القبائل اللي فاضلين، بتقول لهم فيها احنا كنا بنحارب علشان كدبة، القبائل اتقسمت علشان النظام حطنا في معادلات، لكن احنا مش أرقام، احنا بشر، وعلشان كده دي مش نهاية حرب، دي بداية حياة جديدة مبنية على الحقيقة. القصة دي مش بس عن معارك وحروب، دي عن القوة اللي جوانا، عن الإيمان بنفسنا، وعن الرحلة اللي بنمشيها مهما كانت الصعاب. زي ما قالوا الحرب مش بس سلاح ونار، الحرب كمان بتصنع أبطال، واللي بيقدروا يواجهوا مخاوفهم وبيتحدوا مصيرهم، لأن الحقيقة دايما بتبدأ من جديد، والجديد دايما في إيدينا. ولو عجبكم الفيلم ده ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد.